صباح الخير على ناسنا وعلى الحلوين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى غدانا سهل وبسيط وعلى قد الايد، عبارة عن بسلة ورز حبة وحبة وفرخنا. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوة؟ وحبة مخلل بقى منهم في البيت زي العسل، ليمون وخيار وشطة وورق استفندي. انا بقى هنا جبت الفراخ بتاعتي، غسلتها كويس ونقعتها بخل وملح وليمون، وسيبتها المنقوعة لمدة بتاع ساعة او نص ساعة زي ما تحبي، وسبتها لحد ما تصفي ميتها خالص. وجبت هنا بصلاية قطعتها مكعبات، معايا فصين توم، معايا حبة فلفل اسمر، حبة كمون، البهارات اللي عندك بتحطيه. انا هنا هحط البهارات المتوفرة عندي، وهنا حبة بهارات الفراخ، معلقة بابريكا، حبة حبهان، ورق لوري، حبة زر الورد بيدي نفس حلو اوي الفراخ، وعودين قرفة. وهبدأ افرك الحاجات دي كلها مع بعض. تمام، زي القمر اهوت. هجيب بقى الفراخ بتاعتي وابدأ ان انا ادخل في الجلد من جوه، واحاول ان انا اخلي الفراخ كلها تتطعم منها. وانا بعد ما اخلص هسيبها لمدة نص ساعة بس الفراخ تاخد من البهارات والبصل والحاجات دي، تتبل نص ساعة. لو انت مستعجلة اعمليها على طول برضو، مش عادي خالص، هتبقى برضو حلوة معاكي. بس انا برجح يعني ان احنا نسيبها شوية تاكل في التتبيلة شوية. هنا انا كنت حاسة ان هي هتبقى دلع، حطيت معلقة ملح كمان، وحطيت حبة فلفل اسمر وحبة كمون كمان. حسيت ان البهارات بتاعها يعني ايه، مش على قد الفراخ، فحطيت كمان حبة ودعكت بهم الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا ولعت عليها وسبتها تتشوح. هبدأ انزل بقى بالمية السخنة بتاعتي بعد ما سبتها من نص ساعة والساعة اللي انت هتتبلي فيهم الفراخ. عايزة تحط طماطمية في وسطها حطي، انا ساعات بعملها كده وساعات كده. سيبها بقى لحد ما تستوي، اغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي. هنا كانت استوت معايا خلاص. هبدأ ان انا اطلعها، ولما تطلعها سيبيها تبرد خالص معاكي. وبعد كده اقليها عشان مش تتهري منك. هنا بقى هنعمل البسلة بتاعتنا. بسلة من الأكلات الشتوية الجميلة اللي لازم يكون عندك في البيت على طول. حطيت مكعب زبدة معاه معلقة زيت ذرة، وهكون مجهزة بصلة مقطعة رفيع رفيع، يعني مكعبات رفيعة. لو كنتوا يا حبايبتي لسه معايا لحد دلوقتي وصلت لحد هنا، يا ريت مش تنسوني بالاشتراك واللايك. سيب البصلة تاخد لها تشويح، انا مش عايزاها تاخد لون معايا، يا دوبك تدبل كده بس. دبلت معايا اهي، نزلت بالبسلة. هي ميزة ان انت تحطي بقى البسلة على طول كده قبل الصلصة، لونها يعزز لونها، اللون الاخضر الجميل بتاعها، وتستوي معاكي بكل سهولة. انا اديتها تشويحة لحد ما اللون بتاعها يعني اداني اللون الاخضر الحلو ده. بعد كده هنزل تدريجيا بالبطاطس واخد لها تاخد تشويحة حلوة، وبعد كده هنزل بالجزر بتاعها.
يعني كل حاجة تسيبها كده يمكن 10 دقايق، البسلة 10 دقايق تتشوح، وبعدها البطاطس، وبعدها الجزر. سيبهم بقى ياخدولهم تشويحة حلوة قوي كده. هنزل بالصلصة بتاعتي، وهجيب صلصة جاهزة هحط معلقتين. انا هنا حطيت كيس الصلصة كله. هسيبها بقى لحد ما تتسبك خالص، ونبدأ ان احنا نرجع لها تاني. هي اتسبكت خالص اهي معايا. هنزل بقى بالشوربة بتاعتي، واسيبها تستوي. ويلا يا حبايبي كده وانتوا واقفين، صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى حبيبنا. سيبها بقى تستوي براحتها، وابدأ هنا اعمل الرز. هبدأ هنا بقى اعمل الرز بتاعي. انا عندي معلقة سمنة سايحة، وبرضه هحط معلقة زيت ذرة. انا بحب زيت الذرة يا جماعة في اكلي، لانه بيبقى خفيف على المعدة يعني. هنعمل طبعا رز حبة وحبة، المرة دي مش عاملينه بالشعرية. مصفية حبة رز، مت 4 معالق كده مثلا، واسيبهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. تمام، لسه شوية. بس هو ده اللون اللي انا عايزاه. هبدأ انزل بالرز بتاعي واشوحه على قد ما اقدر لحد ما يفلفل معايا خالص، وبعد كده احط الماء المغلية. ميزة ان انت تحط رز الاول تظبطي معاه المية. يعني انا ما بعرفش احط المية قبل الرز، ما بيظبطش معايا. انا بحب كده، بيظبط معايا الرز خالص، والمية بتاعته مقدرة بيتظبط معايا. بشوح بقى حلو قوي كده لحد ما الاقي الرز فلفل معايا، وبعد كده انزل بالمية السخنة بتاعتي. حط عليه بقى وسيبيه لحد ما يشرب المية بتاعته كلها، ونبدأ ان احنا نهدي عليه خالص. شرب ميته اهيت، هنهدي عليه بقى وخلاص. يبقى كده الرز بتاعنا استوى. بعد ما نهدي عليه نسيبه يستوي، وكده خلاص خلصنا. يا ريت تجربوا وصفة البسلة بتاعتي، والله تعجبكم قوي. واشوفكم في فيديو جديد. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا ريت ما تنسونوش بالاشتراك والاعجاب، تعليق محفز منكم كده، تعليق يكون حلو زيكم كده. ويا رب دايما تكونوا في حياتي يا حبايبي، واشوفكم على خير. باي باي، مع السلامة، مع الف سلامة.